5 فنانات عربيات كانوا رجالة وقرروا إنهم يعيشوا في جسم ست، وإنهم لازم يعملوا عملية ويتحولوا من رجالة بشنبات لستات كلها أنوثة، من رجالة بشنبات لستات. ما تفهمش إيه حكايتها؟ حكايات عمليات التحويل في مصر. عمليات التحويل اللي ظهرت في الفترة الأخيرة واللي بتدل على إن الطب اتقدم جدا، وفنانات كتير عملوا عمليات التحويل دي من خلالها وما كانش حد يعرف عنهم أي حاجة، وتهاجموا كتير من أهلهم وجيرانهم والمجتمع وأي حد بيعرف قصتهم، اللي منهم حنان الطويل واللي اسمها الحقيقي طارق الطويل. اتولدت في 12 فبراير سنة 1966 في محافظة الفيوم، وتعرضت لهجوم شديد من جيرانها لما قررت تعمل العملية دي، لدرجة إنهم بلغوا الشرطة عنها، وفعلا جت الشرطة واحتجزوها في مستشفى العباسية للأمراض العقلية. واتشهرت حنان الطويل بالست كوريا، وهي أول ممثلة متحولة جنسيا في مصر والعالم العربي. بدأت مشوارها الفني سنة 99، وكان أول فيلم ظهرت فيه هو فيلم عبود على الحدود، وعرفها الجمهور في مشهد صغير جدا في الفيلم ده. شاركت بعدها في بطولة مسرحية حكيم عيون مع علاء ولي الدين وأحمد حلمي. بعدها ظهرت في فيلم عسكر في المعسكر اللي قالت فيه جملتها الشهيرة: البيت ده طاهر وهيفضل طاهر. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. وتوفت حنان الطويل في 1 ديسمبر 2004 وهي عندها 38 سنة. تاني فنانة هي الفنانة اللبنانية رغد سلامة، واللي أثارت الجدل فترة طويلة بسبب إنها عملت عملية تحويل من راجل لست، وكان اسمها سمير سلامة. الغريب هنا إن اللي رفع عليها الدعوة هو المحامي المصري نبيل الوحش، رفع عليها دعوة لطردها لبلدها من مصر لأنها تحولت من رجل لأنثى، ولكن المحكمة المصرية كانت في صفها، والطب الشرعي كمان أثبت إنها أنثى، لكن لسه في إشاعات إنها متحولة جنسيا، وهي دايما بتطلع تنفي الكلام ده وتقول إنه مش حقيقي. ثالث فنانة هي الفنانة الكويتية بشاير حسين، اللي صرحت في 2009 إنها عملت عملية تحويل جنسي من راجل لأنثى. وقالت بشاير إن مفيش أي حاجة تدعوها للخجل من اللي هي عملته، وفي تصريح ليها ذكرت فيه إن اللي عملته مش عيب ومش مخالف للشرع، دي حاجة جواها وهي مش مكسوفة منها خالص، والطب أثبت إن 95% من أعضائها أنثى، وإنها حالة طبية كان لازم تعمل عملية التحويل من ذكر لأنثى بشهادة الطب وأكتر من دكتور كبير في مجال التجميل، فالموضوع ما يستدعيش الخجل خالص من نفسها. الفنانة الرابعة هي الراقصة المصرية سالي، واللي كان اسمها سيد، وتحولت بعدها للراقصة سالي، وكانت سالي بتدرس في الأزهر. بعدها راحت اتجهت لمهنة الرقص ودخلت أكبر مدارس رقص في مصر، واشتغلت راقصة في أكبر الفنادق، وفضلت بتشتغل في مهنة الرقص لمدة 2 سنين. الفنانة الخامسة هي الراقصة اللبنانية نور، وهي من أشهر الراقصات المتحولات جنسيا من راجل في العالم العربي، وكان اسمها نور الدين، وعملت عملية التحويل في سويسرا قبل ما ترجع المغرب سنة 2004، لكن المحكمة رفضت تغير لها اسمها أو جنسها، رغم إنها اعترفت إن ده كان عيب خلقي في جسمها وإنه كان لازم تعمل العملية دي. بس تفتكروا بقى إن المجتمع هيقدر يقبل المتحولين جنسيا قصاد إنهم يعيشوا أنثى في مسمى راجل أو العكس؟ وهل الدولة هتتقبل إنها تعترف بيهم وتغير لهم أسمائهم وجنسهم، ولا هيعيشوا طول عمرهم منبوذين؟ في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك واعملوا فولو لصفحتنا على الفيسبوك واشتراك لقناتنا على اليوتيوب.